هل قتلت أمريكا الملك فيصل؟ أهلا بكم في القصة وما فيها مع ريهام عياد. التاريخ مش ماضي عدى وخلاص، التاريخ كتاب ألغاز، اللي يقدر يفكها هيقدر يقرأ المستقبل. واحنا في القصة وما فيها مش مهتمين بالأموات زي ما ناس كتير بتقول، احنا مهتمين نفهم اللي حصل وليه حصل، لأن التاريخ بيعيد نفسه. وعلى فكرة احنا مش بتوع سياسة، احنا بتوع تاريخ. يمكن بس عشان بنغوص في مواضيع محدش جات له الجرأة يتكلم فيها، واللي اتكلم معرفش يوصل للي احنا وصلنا له، وعشان كده احنا القصة وما فيها. وقتل الملك فيصل من المواضيع الشائكة المسكوت عنها، بس احنا هنتكلم فيها. يلا بينا، صلوا على النبي. الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود راجل من أهم الشخصيات في التاريخ، مش بس في المملكة، لا ده في الشرق الأوسط كله. راجل عاصر كل الأحداث المهمة اللي حصلت في الوطن العربي: الحرب العالمية الثانية، ثورة يوليو، ثورة ليبيا، العدوان الثلاثي، النكسة، وحرب أكتوبر. ده غير إنه راجل عسكري وسياسي من الطراز الأول، وكان قائد جيش أبوه الملك عبد العزيز، مؤسس الدولة السعودية الثالثة. ووجوده في منصب وزير الخارجية حتى بعد ما بقى ملك ده خلاه عنده وعي سياسي كبير، والمملكة في عهده اتنقلت نقلة كبيرة على كل المستويات: صحة، تعليم، ثقافة. وهو اللي مضى على ميثاق الأمم المتحدة، وبقت السعودية من الدول المؤسسة. من الآخر احنا قدام شخصية تقيلة. فلما راجل زي ده يتقتل في قلب قصره ووسط حراسه، واللي يقتله ابن أخوه، يبقى ده موضوع كبير محتاجين نفهمه. يوم 25 مارس 75 الملك فيصل كان في قصره بيستقبل مسؤولين. في نفس الوقت ده الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز، اللي هو ابن أخو الملك، دخل القصر الملكي. وفي اللحظة اللي الكاميرات فيها بتصور الملك فيصل وهو بيستقبل الوفد الكويتي، اتفاجئوا ب3 رصاصات خرجت من مسدس الأمير فيصل في راس الملك فيصل. صدمة بكل المقاييس، الملك مرمي على الأرض غرقان في دمه ومحدش فاهم أي حاجة. وعلشان نفهم اللي حصل لازم نعرف مين هو الأمير فيصل، ومين ممكن يبقى ليه مصلحة في قتل الملك فيصل. قتل الملك فيصل ليه احتمالات كتير، اولهم واشهرهم ان امريكا واسرائيل جندوا ابن اخوه الامير فيصل علشان يقتله. ايوه، واشمعنى فيصل يعني؟ لا دي قصه كبيره قوي وهحكيها لكم كلها. انما هو ليه امريكا واسرائيل يفكروا يخلصوا من الملك فيصل اصلا؟ انا اقول لك يا سيدي. في حرب اكتوبر 73 وتحديدا يوم 19 اكتوبر، الملك فيصل قرر يوقف تصدير البترول لامريكا بسبب دعمها الاوفر لاسرائيل، وده على سعر البترول جدا وعمل ازمه اقتصاديه كبيره، وطبعا جنن الامريكان. فبعتوا له الداهيه هنري كيسنجر وزير الخارجيه، وقعد يقول له: يهديك يرضيك جلالتك. قال له: بص، احنا ناس اتولدنا لقينا اهلنا عايشين في الخيام وبيركبوا الخيل وبياكلوا تمر ولبن، وما عندناش مشكله خالص اننا نرجع للزمن ده، بس نرجع له بكرامتنا. قال له: طلباتك. قال له: ما تدعموش زفته الطين ضد مصر وسوريا، والكلام يبقى بجد مش فض مجالس والسلام. والقصه دي هي اللي خلت الناس تقول ان امريكا كانت عايزه تخلص من الملك فيصل. وعلى فكره تخلص منه مش ضروري يكون بقتله، يعني ممكن بعزله عادي. فموضوع البترول ده على قد ما كان سلاح مهم ونفعنا جدا في الحرب، بس مش هو السبب اللي يخلي امريكا تقتل الملك بقوه الملك فيصل، لان تصدير البترول رجع تاني زي ما كان يوم 17 مارس 74. وحتى يعني لو كانوا عايزين يقتلوه ما كانش هيبقى بالطريقه الساذجه دي امريكا برضه. وبعدين قرار وقف البترول ده خلى امريكا تعمل خطوه عمرها ما كانت هتعملها من غيره: مشروع استقلال الطاقه. وطبعا هتقولوا لي: طب ما هم عزلوا الملك سعود بن عبد العزيز عشان وقف البترول عنهم في العدوان الثلاثي سنة 56. بس لا، الملك سعود ما تعزلش عشان كده خالص، وعزله كان بسبب مشاكل تخص العيلة نفسها، زي مثلا انه كان بيصرف كتير جدا، وده عمل أزمة اقتصادية في المملكة سنة 57. ده غير انه حط ولاده والمقربين منه في المناصب الكبيرة، وأسباب تانية كتير بس مش موضوعنا دلوقتي. وحتى ولو كان الأمريكان هم اللي عزلوه، طب ما هم عزلوه اهو، ما قتلوهوش يعني. الله، امال ايه اللي حصل؟ لا معرفش، اصبروا هقول لكم كل حاجة. الملك فيصل موقفه كان واضح جدا من اسرائيل، ولما اتسأل في حوار في التلفزيون ايه الحاجة اللي تحب تشوفها في الشرق الاوسط، قال لهم: زوال اسرائيل. وش كده يعني عداء علني. ده دعا للجهاد لتحرير القدس سنة 75. وقبل ما يموت باسبوعين كده طلع وقال ان المسلمين هيصلوا في المسجد الاقصى قريب جدا. فكده تقدروا تقولوا فعلا ان الملك فيصل بقى مصدر قلق للي ما يتسموش، وهم ما صدقوا خلصوا من عبد الناصر. بس هو معقول اسرائيل بالسذاجة اللي تخليها تجند ابن اخوه عشان يقتله؟ طب ما هو مصيره معروف، وطبعا هيعترف بكل حاجه لما يتقبض عليه، وده كان كفيل انه يقوم حرب. فصعب قوي يعني. عندك مثلا لو افترضنا ان البعض هم اللي قتلوا عبد الناصر، فانت شايف القتل كان محبوك ازاي؟ والكلام ده انا شرحاه في حلقه جاسوس في قصر الرئاسه، بس انتوا اللي ما بتتفرجوش. وبصراحه انا برضو استبعد فكره اسرائيل دي. طب وبعدين؟ لا نكمل بقى ونشوف القصه ايه.
طب احنا عمالين نفتش ورا كل الاطراف وما فتشناش ورا الامير فيصل نفسه. فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود اتولد 4/4/44، لا خير ان شاء الله، ابن الامير مساعد بن الملك عبد العزيز، وده كان راجل كفيف يحب الشعر والادب ومالوش في السياسه خالص، فما شاركش في الحياه السياسيه في السعوديه نهائي. اما امه بقى فهي وطفه بنت محمد بن طلال الرشيد، ودي ليها قصه كبيره جدا معانا هنعرفها قدام. الامير فيصل سافر امريكا سنه 67 عشان يكمل دراسته في الجامعه، ودي حاجه بيعملها كل ابناء العيله المالكه، وبسبب المشاكل اللي كان بيعملها مع الدكاتره اتنقل بين اكبر 3 جامعات في امريكا وقعد يدرس هناك 8 سنين. وعشان كده ناس كتير قالت ان CIA جندته، وخصوصا انه كان على علاقه ببنت امريكيه اسمها كريستين سورما، فقال لك يبقى المخابرات الامريكيه هي اللي زقها عليه. بس يعني هو CIA هبل عشان يزق عليه واحده باسمها الحقيقي؟ مستحيل طبعا، خاصه ان كريستينا دي ما كانش ليها اي نشاط سياسي بجنيه. وبرضه CIA مش هبل عشان يجندوا واحد من العيله المالكه. هو صحيح فيصل كان بيلخبط بالكلام كتير وهو في امريكا، وكان معترض على نظام الاقطاع والتملك العام، والكلام ده كله وصل لهم في السعوديه، بس انا اعتقد ان ده كان تاثير البت كريستينا عليه، اللي هو ايه ده انت ازاي اقطاعي وكده، فعشان يبان قدامها انه ثوري ورافض وبتاع قال الكلمتين دول، وده رايي الشخصي انسوه. برضه احنا كده مش فاهمين ايه سبب قتل الملك فيصل. بص يا سيدي، الامير فيصل وهو بيضرب عمه بالنار قال كلمه واحده بس: الثأر الثأر. الله، هي ايه حكايه الثأر ده؟ شوفوا، هو احنا لو هنروح في سكة الطار دي فالامير فيصل كان ليه طار مع الملك فيصل بالذات، ومش طار واحد، دول 3. ورقة وقلم واكتبي معايا كده يا ست الكل. الملك عبد العزيز دخل في حروب كتيرة مع آل رشيد وحاصر حائل سنة 21 لحد ما الامير محمد بن طلال اخر امراء آل رشيد اتنازل عن الحكم. فالملك عبد العزيز بذكائه قال لك احنا نحط زيتنا في دقيقنا ويبقى بينا نسب عشان ننسى حكاية الحرب دي خالص. فاتجوز الملك عبد العزيز جواهر بنت محمد بن طلال آل رشيد، واختها وطفه جوزها لمساعد ابنه، يعني الاب وابنه اخدوا الاختين، وده يجوز شرعا عشان ما نتكلمش في الحوار ده. لكن في اوائل الخمسينيات اتطلقت وطفه من مساعد، فعاش الامير فيصل مع اهل امه اللي هم آل رشيد. فالنظريه بتقول انه اتاثر بالحروب والدم اللي كان بينهم من 54 سنه، وانا شخصيا استبعد تماما ده زمن ولا ضمه نفسها لما اتطلقت كان عدى 30 سنه على الحرب دي، والملك فيصل نفسه كان عنده 15 سنه وقتها. هو شارك فيها، بس يمين يفتكر، بس ماشي هنمشيها ان ده الطار الاول. نيجي بقى للطار التاني. الامير فيصل كان ليه اخ اكبر منه اسمه الامير خالد، وده كان راجل متدين قوي. ومن ضمن التطورات اللي عملها الملك فيصل انه اعلن تاسيس التلفزيون السعودي سنه 65، وهو قال كده من هنا والدنيا قامت وما قعدتش. والمتشددين قالوا ان دي بدايه انهيار الدين الاسلامي في المملكه. خالد بقى بن مساعد اللي هو اخو فيصل كان من الرافضين تماما، وعمل مظاهرات كمان ضد القرار، فطلع امر بالقبض عليه يوم 8 سبتمبر 65. وراحت قوات الشرطه لبيته وقالت له اتفضل معانا. قال لهم انا امير ما يطلبش عليا كده، انا هاجي لوحدي. قالوا له لا. كلمه منهم على كلمه منه، راح ضارب عسكري بالنار في رجله. راح ظابط ضارب الامير خالد بالنار موته. طبعا صدمه، وعيلته قالت لك لا الظابط ده لازم يتعدم. فالامير فهد بن عبد العزيز وزير الداخليه وقتها اللي هو هيبقى الملك فهد بعدين قال لهم لا الراجل كان بيشوف شغل. فامه وطفه اتقهرت على ابنها وقررت تلبس اسود بقيه حياتها. وده بقى يبقى الطار التاني. نركز بقى في الطار الثالث علشان انا شايفه ان هو ده المهم. الامير فيصل رجع من امريكا تقريبا يوم 20 مارس 75، واتفاجئ بالسلطات السعوديه بتسحب باسبوره. ايه ده انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ لا وممنوع من السفر كمان. الله، ليه بقى يا جدعان؟ عشان قضيه المخدرات اللي عليك في امريكا. ايه الكلام ده؟ مش حقيقي، دي اشاعات. وهي فعلا كانت اشاعات، لان شرطه كولورادو قالت انها ما لقتش اسم فيصل نهائي في اي قضيه، لا مخدرات ولا حتى تخطي سرعه طول الفتره اللي قضاها في امريكا. وقالوا له كمان هنقلل مخصصاتك الماليه، بس عشان ما تزعلش قوي يعني هنشغلك مدرس في الجامعه. الراجل كان هيتجنن، اللي هو ازاي يا جدعان؟ ده انا دارس بره وجوه، هتركنوني بدل ما تدوني منصب سياسي؟ يعني امي وشلت ابوها من الحكم وقلنا ماشي، وابويا اللي من آل سعود طلقها وسكتنا، واخويا اتقتل وما عرفناش ناخد حقه وما فتحناش بقنا، انما تقللوا مخصصاتي وتمنعوني من السفر وتلبسوني قضيه مخدرات ما عملتهاش، اهو ده اللي ما يتسكتش عليه ابدا. فاعتقد الكومبينه دي كده على بعضها خلت الامير فيصل يقرر ينتقم، اللي هو الثأر الثأر. واعتقد كمان من وجهة نظري برضو انه ما يقصدش الملك فيصل بالذات، وانه لو اي ملك مكانه برضو كان هيقتله، لانه يقصد راس السلطة وخلاص. ومن وجهة نظره هو كده يبقى اخد طار، سواء كان طار امه ولا اخوه ولا طاره هو نفسه ولا طارهم كلهم.
كل البيانات اللي طلعت بعد